كاينين الناس غير طريقة كلامهم كتخليك تحس براسك صغير، وكاينين الناس اخرين مهما كانوا كبار كتحس معاهم بالامان والراحة. اشنو هو هذا السر؟ وعلاش التواضع ولا نادر في هذا الزمان؟ قبل ما نبدا هذا الموضوع الراقي بغيت نوجه كلمة شكر من القلب للأخ محمد اللي في إيطاليا، هو اللي اقترح عليا نهضر على التواضع. هاد الصفة اللي ماشي غير أخلاق ولكن قيمة كتبين معدن الإنسان الحقيقي. زمن اللي ولا فيه بزاف ديال الناس كيقيسوا القيمة بالكلام العالي وبالاستعلاء وبإحساس ديال التفوق، وكيبقى التواضع هو الهيبة اللي ما كتحتاجش ضجيج باش تبان. الإنسان المتواضع ما كيصغر حتى واحد وما كيجرح حتى قلب، حيت عارف باللي الكلمة تقدر ترفع إنسان وتقدر حتى تكسر فيه شي حاجة عمرها ما تبرى. التواضع ماشي ضعف، بالعكس راه قوة داخلية وتربية ونقاء روح. وكل ما كان الإنسان كبير في العقل والأخلاق كل ما كان بسيط في التعامل ديالو، قريب من الناس وخفيف على القلوب. شكرا مرة أخرى الأخ محمد على هذا الاختيار الجميل اللي غادي يخلينا نغوصو في واحد الموضوع اللي هو عميق يحتاج كل واحد فينا في هذه الحياة، لأننا كنكبروا ونشوفوا بزاف ديال الوجوه، كندوزوا من تجارب كتعلمنا باللي الكلمة الطيبة ما كتكلف والو، ولكن الأثر ديالها كيبقى سنين. كاين فرق كبير بين إنسان كيحاول يربح احترام الناس بالخوف والتكبر، وما بين إنسان كيدخل للقلب فقط بالأخلاق ديالو وبالتواضع ديالو. حيت الناس ممكن تنسى الشكل وتنسى المنصب وتقدر تنسى حتى القيمة المادية، ولكن عمرها ما تنسى كيفاش حسات معاك. التواضع ماشي انك تنقص من راسك ولا تسكت على حقك ولا تبان ضعيف قدام الناس. التواضع الحقيقي هو انك تكون قادر تحترم الجميع كيف ما كان المستوى ديالهم ومهما كانت الظروف ديالهم، انك تعرف باللي كل انسان كيحمل معركة داخلية ما عرفها حتى واحد، وهذا الشيء كيخليك تلين في الكلام وتخفف من الأحكام وتتعامل برحمة أكثر من القسوة. وفي زمن ولات فيه بعض العلاقات مبنية على المصلحة وعلى الاستعلاء إحساس التفوق، بقى الإنسان المتواضع عملة نادرة، إنسان كيعتذر بلا كبرياء وكيسمع بلا استهزاء وكيعامل الناس بإنسانية قبل أي شيء آخر. ويمكن لهذا السبب الناس كترتاح للشخص المتواضع حتى إذا كان بسيط، لأن الروح النظيفة عندها حضور وما كتحتاج لا تصنع ولا الضوء باش يبان. اليوم غنهضروا على التواضع ماشي ككلام جميل فقط، ولكن كقيمة قادرة تبدل طريقة تعاملنا مع الحياة كاملة. حيث أحيانا كلمة محترمة كتداوي إنسان كان مكسور، ونظرة احتقار تقدر تخلق جرح ما يبراش بسهولة. كل ما تعلم الإنسان كيفاش يتواضع كل ما فهم
بلي القوة الحقيقية ماشي بأنك تعلو على الناس، ولكن أنك ترفعهم معاك بدون ما تجرحهم. وكاين واحد النوع ديال الناس ملي كتهضر معاهم كتحس براسك صغير، اي كلمه منك كيحاولوا ينقصوا منها، واي نجاح صغير كتفرح انت به كيحاولوا يطفيوه ولو بنظره او لا بتعليق ولا حتى بابتسامه اللي فيها احتقار مخبي. وفي الظاهر كيبانوا اقوياء وكيبانوا واثقين وفوق الجميع، ولكن الحقيقه اللي بزاف ما كيفهموهاش هي ان الانسان اللي كيحتاج يحطم الناس باش يحس بالقيمه ديالو غالبا راه فاقدها داخل راسو، حيت الانسان اللي مرتاح نفسيا ما كيجرحش، والانسان اللي متصالح مع راسو ما كيحتاج يحسس الاخرين بالنقص باش يبان هو كامل. اما اللي قلبه عامر بالفوضى كيهرب منها بالتكبر وبالكلام القاسي وبمحاولات السيطرة على الناس. التواضع هنا كيبان كعلامة ديال النضج الحقيقي، حيت ماشي أي واحد عنده الفلوس ولا عنده منصب ولا الشهرة يقدر يكون إنسان راقي. راه الرقي الحقيقي هو كيفاش كتعامل مع الناس اللي أضعف منك، كيفاش كتهضر مع ناس اللي ما عنده حتى مصلحة ينفعك بها، كيفاش كتقدر تحترم انسان بسيط بلا ما تحس انك نقصتي من قيمتك. وكاين واحد المشهد كيتعاود كل نهار في هذه الحياة، شي انسان بسيط مكسور من الداخل غير كلمة طيبة كتخليه يبتسم من قلبه، وفي المقابل كلمة جارحة من شخص متكبر تقدر تبقى محفورة في سنين، حيت بعض الجروح ما كيديروهمش السكين ولكن يديرهم اللسان ونبرة الاحتقار والطريقة اللي كيشوف بها الإنسان خوه الإنسان. المشكل أن بعض الناس يظنوا بأن التواضع ضعف، يظنوا أن الإنسان إذا كان هادئ ومحترم سهل يتكسر، ولكن الواقع مختلف تماما. التواضع يحتاج واحد قوة داخلية كبيرة، يحتاج إنسان قادر يتحكم في الغضب ديالو وفي الكبرياء ديالو وفي الرغبة ديالو باش يرد الأذى بالأذى. أسهل حاجة في هذا الزمان هي أنك تكون قاسي، لكن الأصعب أنك تبقى إنسان نقي وسط هذا العالم اللي كيشجع على التكبر والتفاخر وإهانة الآخرين تحت اسم القوة. ويمكن أخطر حاجة يقدر يوصل لها الإنسان هي ملي كيولي كيجرح الناس بدون ما يحس، يتكلم بقسوة وكأن القلوب ما عندهاش إحساس، وكينسى باللي كل واحد فينا حتى إلا كان ساكت وضاحك راه ممكن يكون مخبي حرب كاملة في الداخل ديالو. لهذا التواضع ماشي مجرد أخلاق زوينة، التواضع هو وعي بأن الناس عندهم مشاعر، وعي بأن الكلمة مسؤولية، وعي بأن الاحترام ما عنده حتى شي علاقة بالمستوى المادي ولا بالشكل ولا بالمكانة، وإنما عنده علاقة بالتربية والروح. وأجمل الناس ماشي اللي كيخلي الناس يحسوا بصغرهم، ولكن اللي كيخلي كل واحد اللي يحداه يحس بقيمته حتى هو في أسوأ أيامه. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو هنا، إلا كان التواضع كيحمي القلوب، علاش بزاف ديال الناس كيختاروا التكبر؟ وعلاش بعض الناس ملي كيطلعوا شوية في الحياة كيبداو ينساو الأصل ديالهم وكأنهم ما كانوش في نهار من الأيام محتاجين وحتى هما مكسورين أو لا ضعفاء؟ غندخلوا لواحد الحقيقة صادمة، كيفاش النجاح عند بعض الناس كيبدل الأخلاق ديالهم، وكيفاش التواضع هو الاختبار الحقيقي لأي إنسان وصل للقمة. لأن فعلا
راه كاين ناس الحياة كتبدل الظروف ديالهم ولكن ما كتبدلش قلوبهم، وكاين ناس اخرين غير شويه ديال النجاح او لا شويه ديال الاهتمام ولا شويه ديال التصفيق وكانهم كيتولدوا من جديد بشخصيه ما عندها حتى علاقه بالانسان اللي كانوا عليه من قبل. الغريب في الامر ان بعض البشر ملي كيكونوا في البدايه كيعرفوا معنى الضعف جيدا، كيعرفوا معنى الحاجه والتجاهل، كيعرفوا معنى الانكسار، ولكن أول ما كتفتح لهم أبواب الحياة كيبداو يتصرفوا وكأنهم ما عمرهم تألموا وما عمرهم احتاجوا لرحمة أحد. وفي هذه اللحظة بالضبط كتبان الحقيقة اللي كانت مخبية طول الوقت، حيث الفقر ما كيكشف دائما شخصية الإنسان، لكن القوة هي اللي كتكشفها. راه بزاف ديال الناس كيبانوا متواضعين غير حيت ما عندهمش خيار آخر، ولكن ملي كيولي عندهم النفوذ وعندهم فلوس وعندهم الاهتمام كتبان القسوة اللي كانت ساكتة في الداخل ديالهم. كيوليو كيشوفوا الناس من الفوق وكأن القيمة الإنسانية كتقاس بالمستوى وبالمظاهر وبشحال عندك، ماشي بشكون انت. ويمكن أقصى حاجة هي ملي شخص كان كيشتكي من الجرح كيولي هو بنفسه كيجرح، كان كيبكي من التهميش كيولي كيهمش الناس، كان كيطلب كلمة طيبة وكيولي لسانه قاسي بحال الماس. وكأن الألم ما علموش الرحمة، علمو فقط كيفاش يخبي الضعف ديالو خلف التكبر. التواضع الحقيقي كيبان ملي تقدر توصل وتبقى انت انسان، ملي يكون عندك الحق تجرح وتسكت، الحق تتكبر وتختار البساطة، الحق تشوف نفسك فوق الناس ولكن كتقرر تشوفهم بعين الاحترام، حيث ماشي اي نجاح كيعني الرقي، راه كاين اللي كيطلع في المكانة ديالو وكيهبط في الإنسانية، وكاين اللي الحياة كتعطي بزاف ديال الحوايج ولكن قلبه كيبقى خفيف، كيبقى نقي وقريب من الناس. وفي هاد الدنيا الايام راه كتدور بشكل غريب، اليوم انت الفوق وغدا ممكن تحتاج اليد اللي كنتي كتشوفها صغيرة. فلهذا الانسان ذكي عمر الكبرياء ما كيعميه، حيت عارف باللي كل شيء راهي مؤقت، الجمال مؤقت، القوة مؤقتة، الفلوس مؤقتة، وحتى التصفيق اللي كيخدع بعض الناس راه كيسكت في نهار من الأيام. ولكن الأخلاق هي الحاجة الوحيدة اللي كتبقى، الطريقة اللي عاملتي بها الناس، الكلام اللي خرج من فمك، القلوب اللي جرحتي والقلوب اللي خففتي عليها، هادشي كامل كيبقى حي حتى من بعد ما كيتبدل كل شيء. ويمكن لهذا السبب بعض الناس عندهم واحد الهبة مختلفة، ماشي لأنهم أغنياء ولا عندهم الفلوس ولا مشهورين، ولكن لأنهم مهما طلعوا بقاو كيهضروا بلطف، كيسلموا بابتسامة، وكيحسوا بالناس البسطاء وكأنهم جزء منهم ماشي أقل منهم. أما الإنسان اللي كيبذل النجاح فراه كان فقط كيخبي الحقيقة ديالو حتى جاتو الفرصة باش يبينها. وحاجة غامضة بزاف في البشر أن بعضهم ملي كيحس براسو نقص من الداخل كيحاول يغطي هذا النقص بالتعالي، يحتاج يحسس الناس أنهم أقل باش يقدر يهرب لحظات من الإحساس اللي كيوجعه هو. لكن الروح المرتاحة عمرها ما كتحتاج تكسر الآخرين باش ترتاح. وفي الأخير التواضع ماشي اختبار ديال الفقر، التواضع هو اختبار ديال القوة، واختبار الإنسان الحقيقي ما كيبانش ملي يكون ما عنده والو، ولكن كيبان ملي الحياة تعطيه كل شيء،
ويختار رغم ذلك أنه يبقى إنسان. راه كاين جروح ما كيشوفهم حتى واحد، ما عندهم لا لون ولا صوت ولا دم، ولكن الأثر ديالهم كيبقاو سنين كاملة ساكنين في الروح. وجرح الاحتقار واحد من أخطر هاد الجروح. يمكن الإنسان ينسى أيام الجوع وينسى التعب وينسى حتى الفشل، لكن عمره ما غادي ينسى كيفاش شي حد خلاه يحس أنه ما يسواش. عمره ما ينسى نظرة فيها استعلاء، ولا ضحكة سخرات منه، ولا كلمة خرجات باستهزاء وخدمات في القلب أكثر من 1000 صفعة. والمؤلم أن بعض الناس ما كيعرفوش باللي التكبر ديالهم ممكن يدمر واحد الروح كاملة. يتعاملوا مع الإنسان وكأنهم أرقام، وكأن المشاعر شي حاجة ثانوية، يجرحوا ويضحكوا ويدوزوا عادي، بينما الطرف الآخر كيرجع لدارو بقلب ثقيل، كيعاود نفس الموقف اللي في باله 1000 مرة، وكيسول راسو واش فعلا أنا قليل لهاد الدرجة؟ وهذا السؤال بالذات هو البداية ديال الانكسار الداخلي. راه كاين أطفال كبروا وهما كيسمعوا الاحتقار يوميا، حتى ولا عندهم الشك في كل حاجة زوينة فيهم. وكاين شباب فقدوا الثقة في راسهم فقط لأن شخص متكبر خلاهم يحسوا أنهم بلا قيمة. وكاين ناس كبار في العمر باقي عايشين بجروح كلمات قالت لهم من سنين طويلة، وكأن الوقت عمره ما قدر يمحيها. لهذا التواضع راه ماشي مجرد أخلاق إضافية، التواضع هو حماية لقلوب الناس. حماية الإنسان ممكن يكون واقف قدامك كيضحك، ولكن في الداخل ديالو كيحارب باش ما ينهارش. ويمكن أكثر حاجة كتخوف هي أن الإنسان المتكبر غالبا ما كيشوفش الضرر اللي كيدير، حيث تعود يشوف نفسه محور كل شيء، حتى كيولي إحساس الآخرين مجرد تفاصيل صغيرة بالنسبة ليه. لكن الحياة عندها طريقة غريبة في التعليم، بعض المرات كتخلي الإنسان يذوق نفس الإحساس اللي كان كيعطيه للناس، باش يفهم متأخر باللي الكرامة راه ماشي لعبة، وباللي القلوب ماشي حيطان تضرب فيها الكلام وتمشي. التواضع الحقيقي هو أنك تعرف باللي أي إنسان قدامك عنده قصة ما عرفهاش. يمكن اللي كتشوفه ضعيف راه حارب معارك لو أنك عرفتيها غادي تحشم حتى ترفع الصوت ديالك عليه. ويمكن اللي كتشوفه بسيط وعنده قلب أنقى من قلوب ناس لابسين 1000 قناع ديال الرقي، لأن الرقي ماشي في طريقة اللباس ولا في طريقة الكلام المزوقة. الرقي الحقيقي هو كيفاش كتخلي الناس يحسوا من بعد ما يتعاملوا معاك، واش خرجوا مرتاحين ولا خرجوا يعني كيحسوا بواحد النقص ولا بالحزن وبأنهم أقل. وكاين فرق كبير بين إنسان كيبهر الناس لواحد الفترة وإنسان كيخلي أثر طيب وكيبقى في القلب لواحد السنين. الأول كيعيش على الصورة، أما الثاني كيعيش في الذاكرة والدعوات الصادقة. وفي وسط هذا العالم اللي ولا فيه البعض كيتفاخر بالقسوة، وكيبقى الإنسان المتواضع حاجة نادرة بزاف، لأنه كيعرف أن أعظم قوة ممكن يمتلكها الإنسان ماشي أنه يقدر يجرح، ولكن أنه يقدر يرفق ويرحم ويحافظ على قلوب الناس حتى هو قادر يكسرها. كاين واحد الخطأ كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس ملي كيوصلوا لشي مرحلة في الحياة، كيبداو يحسوا أن عندهم الحق يقيموا البشر من الفوق، وهذا زوين وهذا لا، هذا مهم وهذا عادي، هذا نقدروا نستافدوا منه وهذا ما عنده حتى قيمة. ولكن مع الوقت كيولي التعامل مع الناس مبني على المصلحة وعلى شكون عنده النفوذ وشكون عنده المتابعين وشكون عنده اسم كبير. أما الإنسان البسيط
كيولي بالنسبة لهم مجرد ظل. ولكن الحقيقة اللي بزاف ما كيفهموهاش انك تنقص من انسان ما كيبينش القيمة ديالك، بالعكس كيكشف الفراغ اللي في الداخل ديالك. حيت الانسان اللي متربي على التواضع كيعرف باللي كل واحد عنده قيمة حتى الا ما كانتش باينه للناس. يمكن الشخص بسيط في الكلام ولكن قلبه انظف من ناس عندهم ملايين المتابعين، ويمكن انسان ما عنده لا شهرة لا فلوس ولكن كلمة واحدة منه تقدر تبدل نهار كامل. شوف مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين بعض الناس ملي كيطلعوا شوية في ارقام كيبداو يعاملوا متابعين بواحد التعالي، ما كيبقاوش كيشوفوا الناس كبشر، كيوليو كيشوفوهم غير ارقام في الاحصائيات. تعليق بسيط من متابع مخلص يجاوبوا عليه بسخرية، رسالة فيها حب وتقدير يدوزوا عليها وكأنها ما كيسواش حتى القراءة. مع أن الحقيقة المؤلمة هي أن هذا الإنسان اللي كتشوفه غير متابع يمكن كان كيهرب من الحزن ديالو في الفيديوهات ديالك، ويمكن كلمة منك كانت كتخفف عليه أيام كاملة، ويمكن دعوة صادقة من قلبه كانت سبب في خير كبير انت ما كتعرفوش. لهذا التواضع مهم بزاف، حيت كيخليك تشوف الناس بقلوبهم ماشي بالمكانة ديالهم. حتى في الواقع كاين اللي كيحترم المدير ويتكبر على العامل البسيط، كاين اللي كيضحك مع الناس اللي عندهم النفوذ ولكن يجرح انسان ضعيف بلا حتى ما يحس، وكاين اللي كيبدل الاسلوب ديالو كامل حسب شكون هذاك اللي قدامه. لكن الانسان الراقي يكون تابس، كيعامل الجميع بنفس الانسانيه، حيت عارف باللي القيمه الحقيقيه ماشي في المنصب ولكن في الروح. شحال من شخص بسيط كان سبب في نجاح ناس كبار، وشحال من كلمه تشجيع جايه من انسان مجهول رجعت الامل لواحد كان غادي يستسلم. وحتى في الحياه اليوميه الابتسامه ديال الحارس، احترامك لعامل النظافه، طريقتك ولا معاملتك مع النادل، مع الطفل، مع الكبير، مع الصغير، هذه كلها تفاصيل صغيره لكنها كتقول شكون انت بدون ما تهضر بزاف. المشكل ان بعض الناس كيحترموا فقط اللي عنده قيمه اجتماعيه، اما اللي بسيط يبان لهم عادي ويتهان، عادي يتجرح وعادي يتحقر، وكأن الكرامة كتختلف من إنسان لإنسان، مع أن الله سبحانه وتعالى قال خلقنا كاملين من نفس الأصل، وما حد فينا عنده الحق يحسس الآخر أنه أقل منه. حيت يمكن اليوم انت راك الفوق ولكن غدا تحتاج نفس الإنسان اللي كنتي كتشوفه صغير، والحياة عندها طريقة غريبة إرجاع الإحساس للإنسان. التواضع الحقيقي هو أنك تبقى محترم حتى ملي تكون قادر تكبر، وأنك تبقى إنسان حتى ملي الناس يصفقوا ليك ويعطيوك قيمة كبيرة. لأن أصعب اختبار في هذه الدنيا ماشي كيفاش توصل ولكن كيفاش تبقى نقي من بعد ما توصل. وفي الأخير يمكن الإنسان يربح المال، يربح الشهرة، ويربح المكانة وحتى إعجاب الناس، ولكن إلا خسر التواضع راه خسر أجمل حاجة كانت كتخليه إنسان. التواضع ماشي مجرد أخلاق زوينة كنهضروا عليها في الكلام، التواضع طريقة كتخلي العالم أخف والعلاقات أدفى والقلوب أقل وجع. ويمكن بزاف ديال الناس اللي كيبانوا عاديين في حياتنا راه غير محتاجين كلمة محترمة، نظرة تقدير، أو لا معاملة فيها شوية ديال الرحمة باش ما ينهاروش من الداخل. وفي هذا الزمان اللي ولا فيه البعض يتفاخر بالقسوة بالتكبر وبإحساس التفوق، كيبقى الإنسان المتواضع مختلف بشكل غريب، كيكون مطمئن خفيف وقريب من القلوب وبلا مجهود. لأن الناس ما كترتاحش للشخص الكامل، كترتاح للشخص اللي كيحسها بالأمان بأن قيمتها محفوظة معاه. ويمكن أكثر حاجة مؤلمة أن بعض البشر ما كيكتشفوش قيمة التواضع حتى كيبقاو بوحدهم، حتى كيسكت التصفيق وتبعد المصالح وكتطيح الأقنعة. وفي ذاك الصمت كيبقى السؤال الحقيقي،
شكون بقى حدايا، لأنهم كيحبوني أنا، ماشي لأن عندي شي حاجة. حيت القلوب ما كتربحهاش بالقوة وما كتربحهاش بالتعالي، ولكن كتربحها ولا بكلمات الجارحة اللي كتبين أنك أقوى. لكن القلوب كتربحها بالرحمة وبالاحترام وبالتواضع اللي كيخلي الإنسان مهما كبر كيبقى إنسان. لهذا قبل ما تجرح شي حد تذكر باللي حتى انت عندك لحظات ضعف، وقبل ما تشوف راسك فوق شي إنسان تذكر باللي الأيام كتدور والحياة كتبدل، كل شي في غمضة عين. ويمكن في الأخير ما يبقاش من الإنسان لا الشكل ولا المال ولا الشهرة، يبقى فقط الأثر اللي خلاه في قلوب الناس. واش كان سبب فرح الإنسان ولا كان مجرد شخص آخر زاد ثقل هاد الدنيا على القلوب المتعبة. وفي النهاية بغيت نوجه واحد الكلمة من القلب، بغيت نوجه كلمة لكل إنسان متواضع وكيتابع هاد القناة ديالي، لكل واحد مازال كيختار الاحترام في زمن ساهل فيه التكبر، ولكل روح نقية ما بدلهاش هاد العالم القاسي. راه التواضع ديالك ماشي ضعف كيف ما كيظن البعض، بالعكس راه دليل على واحد التربية عميقة وعلى قلب عرف الألم واختار رغم ذلك أنه ما يأذي حتى واحد. وهذا النوع من الإنسان نادر بزاف في هذا الوقت. كمل، كون خفيف في الكلام وتكون راقي في التعامل ورحمة في القلوب اللي كتقابلك، حيت يمكن انت ما كتعرفش شحال من شخص ارتاح بسبب الأسلوب ديالك، وشحال من إنسان كان غارق في الحزن ولقى في طريقة كلامك أمان صغير خلاه يكمل نهاره. وحتى إلا كان العالم كيكافئ أحيانا الناس القاسية، راه القلوب الصادقة عمرها ما كتنسى الإنسان المتواضع، يبقى عالق في الذاكرة وبطريقة مختلفة، ماشي لأنه كان الأعلى صوتا ولكن لأنه كان الأطيب أثرا. شكرا لكل متابع راقي محترم وكيشجع بالكلمة الزوينة والدعوة الصادقة، حيث نتوما ماشي غير أرقام في القناة، نتوما أرواح كتعطي معنى حقيقي لهذا المحتوى ديالي. وخا الحياة تبدل فينا بزاف ديال الحوايج، خليو التواضع ديما ثابت فيكم، حيث الإنسان اللي كيحافظ على قلبه نقي وسط هذا العالم راه ربح معركة ما كيقدروش عليها بزاف ديال الناس. ودمتم في رعاية الله، ونلتقي مع موضوع آخر بإذن الله، ومع السلامة.